يا ربي بيلانتي يا ربي. بيلانتي 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 بيلانتي. ويا ربي غير ما يضيعوهاش، يا ربي غير ما يضيعوهاش، يا ربي عاوتاني، ربي يا ربي يا ربي يا ربي. السلام عليكم. رغم محاولة إقصاء المنتخب الوطني الجزائري بفعل الكواليس وبضربة جزاء خيالية، إلا أن سيدات الجزائر هزمنا المغرب وحصلنا على المركز الثالث والميدالية البرونزية في قلب الرباط. ماذا يحدث بين يوسف بلايلي وبالعمري والبرتغالي باولو بينتو مرشح فوق العادة لتدريب المنتخب الوطني الجزائري؟ أهلا وسهلا بكم إخواني إلى هذا الموعد الجديد والمتجدد. إذا كما رأيتم، لقجع فعل كل شيء، أتى بالبطولات إلى بلاده، أراد أن يفوز بلقب لكنه لم يستطع، حاول مع كل المنتخبات في بلاده حتى يتم تخدير هذا الشعب. والمفارقة أنه في كل مباراة حاسمة يتم إعطاء ضربة جزاء للمروك. رأيناها حتى في كأس إفريقيا للرجال بين السنغال والمروك، وتلك ضربة الجزاء التي احتج عليها السنغاليون طويلا في الوقت بدل الضائع. ثم رأيناها أيضا في مباراة السنغال في دور المجموعات، لأنهم كانوا يريدون أن يفوزوا على السنغال مهما كان الثمن حتى ينتقموا من منتخب الكبار، لأن السنغال أصبحت عقدة لهم، لكنهم لم يستطيعوا تسجيل ضربتي جزاء. وأعادوا الكرة في مباراة الكاميرون في الدور النصف النهائي لما أعطاهم الحكم ضربة جزاء في الدقيقة 119. ثم أعادوها حتى في المباراة الترتيبية لأنها أمام الجزائر، لو كانت أمام فريق آخر لا يهمهم، لأنهم كانوا يريدون أن يفوزوا بهذا اللقب الذي نظموا بطولته 3 مرات متتالية ولم يفوزوا بها. لكن بما أن الجزائر هي الطرف الآخر في المباراة الترتيبية فيجب عليهم الفوز، وأعطتهم الحكمة ضربة جزاء في الدقيقة 95، ضربة جزاء خيالية لا أحد يصفرها في العالم كله، لكنهم أعطوها لهم، ومع ذلك ضاعت، لأن العدالة الإلهية لن تسمح لهم بأن يفوزوا بهذه الطريقة بالسرقة، لن تسمح بأن يأخذوا البطولات بالكواليس وتحت الطاولة. فعلوا كل شيء، أرادوا أن يحصلوا على بطولة ولكنهم لم يحصلوا عليها، أرادوا أن يأخذوا بطولة حرام لكنهم لم يستطيعوا أن يفوزوا بها. الجزائريات لم ينفعلن ولم يغضبن، تمسكنا بالأمل فضاعت ضربة الجزاء، وفي الأخير الجزائر تفوز والمروك يحصل على رقم قياسي ربما في كتاب جينيس للضربات الضائعة، وخصوصا الضربات في الأوقات القاتلة. يعني الحكام بكل خبث يعطون للمروك ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة، يعني حتى لو سجلها المروك لا يستطيع الفريق المنافس أن يرجع في النتيجة، لكن دائما ما القدر أو العدالة الإلهية تقف ضدهم لأنها بالسرقة، لأنهم يريدون أن يأخذوا البطولات ويخدروا هذا الشعب، لأنهم يريدون أن يفوزوا بالبطولات ويقولوا نحن أسياد إفريقيا، لكنهم لم يفوزوا بها. فازوا بشيء واحد وهو أفضل منظم، ينظمون البطولات وتأتي الفرق الإفريقية لتفوز بها، أما هم لا يفوزون إلا بالتهكم والتنمر. حتى رأينا في فيديوهات لعائلات إفريقية فرحت لما ضيع المغاربة ضربة جزاء ضد الجزائر، رغم أنهم لا ناقة ولا جمل لهم فيها في هذه المباراة، لكنهم فرحوا لأن أغلب الأفارقة أصبحوا يعرفون بأن الكاف ولقجع يعني أصبحوا يسيئون لكرة القدم الإفريقية. موتسيبي ولقجع أصبحوا يمررون الأجندات تحت الطاولة، الحكام يشترون. لما تكون لجنة الاستئلاف يتم تأسيسها 15 يوم وتحكم لصالح المروك في فضيحة عالمية، يتم سحب اللقب من السنغال، رغم أن هذه اللجنة أصلا ليست قانونية، لأنه يجب أن تمر على التصويت داخل الاتحاد الإفريقي، لكن لم يحدث هذا الأمر، وستبطلها الطاس ونحن ننتظر في شهر سبتمبر. ولكن المضحك والشيء المميز في المروك أنهم أرادوا مهما كان أن يفوزوا بلقب حتى يخدروا شعبهم، لكنهم لم يستطيعوا لأنهم يسرقون هذه البطولات.
إذا ألف مبروك لسيدات الجزائر على هذا الإنجاز، لأنه إنجاز تاريخي بالنسبة للرياضة النسوية. الجزائر لأول مرة تصل إلى نصف النهائي، كذلك لأول مرة تتأهل إلى كأس العالم، وبأي طعم أن يفوزوا على المغرب في المباراة الترتيبية وفي ملعبهم. كذلك هناك أمر آخر، باولو بينتو هو المرشح فوق العادة ليكون مدرب المنتخب الوطني. هذا المدرب الذي لم يطلب الكثير، يعني يقال أن أجره لن يتعدى 100,000 يورو، وهو من شجع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. كذلك هذا المدرب سبق له العمل في المنتخبات، صحيح لم يعمل في إفريقيا، ولكن درب منتخب البرتغال من 2010 إلى 2014 واستطاع أن يتأهل إلى كأس العالم، وأيضا استطاع الوصول إلى النصف النهائي اليورو وخسر أمام إسبانيا بركلات الترجيح. كذلك درب منتخب كوريا الجنوبية ووصل إلى الدور 16 في كأس العالم، وأيضا درب الإمارات. كذلك درب سبورتينغ لشبونة البرتغالي وفاز معه بكأس البرتغال، وأيضا أولمبياكوس اليوناني وفاز معه بالدور اليوناني. يعني مدرب السي في تاعو مقبول، ليس سي في عالي وليس ضعيف، يعني مقبول. نتمنى فقط أن ينجح في القارة الإفريقية. بعض التسريبات التي أكدت أنه أثناء المفاوضات اشترط أن يمنح كل الصلاحيات، كذلك رفض أي أسماء تطرح له، يعني أي أسماء مقدما، يجب أن يلاحظ هو اللاعبين بنفسه. كذلك قال بأنه شاهد مباريات المنتخب الوطني الجزائري، وبأن حل هذه المشاكل الفنية سهل بالنسبة له. إذا نتمنى كل التوفيق لهذا المدرب الذي سيكون مع طاقم فني جزائري بقيادة عنتر يحيى، الذي أيضا هو الآن في جولة في أوروبا من أجل التكلم أو الاتصال ببعض اللاعبين المحترفين، لأن مباريات تصفيات كأس أفريقيا قد اقتربت. أيضا ماذا يحدث بين بالعمري وبلايلي؟ هذان اللاعبين كانا صديقين في كأس أفريقيا 2019. كان بالعمري رأيناه كثيرا ما يدافع عن بلايلي، نحن نعلم أن بلايلي أحيانا يخرج عن الإطار وكان يدافع عنه، رأيناهم يتناشقان في الصحافة. بالعمري يقول بأن بلايلي أمضى معنا عقد ولا يمكنه اللعب في الترجي، بلايلي يرد عليه ويقول له احشم بركة ما تكذب. كذلك يقول أن عقده مع المولودية هو عقد مبدئي وينتهي بعد 10 أيام فقط. كذلك يقول للمولودية إذا عندكم عقد فأظهروه لوسائل الإعلام. وأيضا يقول بأنه طلب من المولودية أن يتم الإمضاء له في 3 أوت من أجل تقديم هذه الوثيقة للطاس التي طالبته بالإمضاء مع نادي حتى يتم تقليص عقوبته، لكن المولودية رفضت. في المقابل الترجي وافق على هذا الأمر. هذه أقاويل بلايلي، بينما مسؤولو المولودية يقولون كلاما آخر، ولا ندري إلى أين تتجه هذه القضية. هل سيتم حلها بالتراضي أم سيتجه الجميع إلى الفيفا وبعدها إلى الطاس؟ لأن مشاكل بلايلي لا تنتهي من مشكلة، يعني لم يدم، يعني في نفس اليوم الذي تم حل مشكلته مع نادي أجاكسيو الفرنسي والإيقاف لمدة سنة، ظهرت قضية أخرى مع المولودية. للأسف بلايلي مشاكله هي من كانت وراء انهيار، وراء هذا المستوى المتذبذب للاعب كان مرشح أن يكون من أحسن اللاعبين في كرة القدم الجزائرية. كذلك آدم والناس أنباء تقول بأنه سيكون لاعب في مولودية الجزائر، حيث أنه كان يشترط راتب 100,000 أورو، لكنه وافق على تخفيضه إلى 80,000 أورو، وهو ما شجع المولودية على الإمضاء معه. ننتظر الساعات القادمة. أيضا الياس بنقارة، هذا الذي كان يقال بأنه موهبة، لاعب بروسيا دورتموند المدافع صاحب 23 سنة، لكن لحد الآن لم يلعب ولا مباراة. الحل الأفضل له أن يغير النادي، وإلا فإنه لن يستطيع أن يكون لاعبا في المنتخب الوطني الجزائري. أيضا هناك أنباء على أن بولبينا يريد أن يغادر السد القطري، الدحيل القطري، إلى البطولات الأوروبية، ولكن بالماضي يتمسك به. كذلك بعض اللاعبين الجزائريين ما زالوا بطالين، مثل محرز وياسين إبراهيمي وأيضا عطال. في الأخير نتمنى منكم فضلا وليس أمرا دعمنا عن طريق الاشتراك والضغط على زر الإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.